السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي وأصدقائي إلى المجلس التاسع من مجالس شهر رمضان المبارك، والتي عنونتها بعنوان الاعتناء بالصيام. أحبتي الكرام، الصيام ومنه صيام شهر رمضان يتأثر دائما بأعمال وأفعال الصائم، فعليك أن تعتني بصيامك عناية فائقة حتى تحقق بذلك ثمرة التقوى، وحتى تحافظ على صيامك ليكون مقبولا عند الله. احفظ صومك أخي الكريم من الكذب والزور ومن كل كلام باطل، ولا تتكلم بكلمة حتى تفهمها وتتبين ما تتكلم به. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. احفظ صومك من العمل بالزور ومن الأعمال المحرمة، وحاسب نفسك على جوارحك، يديك ورجليك ومطعمك وعينك وكل أعضاء جسمك، حافظ عليها حفاظا تاما حتى يبقى صومك مقبولا وغير مجروحا بإذن الله. تجنب اللغو من القول والفاحش من الكلام في صومك. تجنب كل ما يكون طريقا لإثارة الشهوة التي قد تجرح صومك وتفطرك ولا تستفيد من الصوم. وإياك والرفث، واعلم أن الصوم ليس تركا للمآكل والمشارب، بل هو صوم الإنسان بجوارحه ولسانه وكل حركاته وأعضائه عما يغضب الله وعما حرم الله. ابتعد عن الجهل وأنت صائم، ولا تجهل على أحد من الناس، ولا تجهل حتى على الحيوانات. لا تجهل على أحد، حتى زوجتك وأطفالك وموظفيك ومن تحت يدك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. إذا كنت صائما فحافظ على ثواب صيامك، واترك الصخب والخصام والجدال. أخي الصائم، كن دائما مرتاح البال فأنت صائم. كن شديد المحافظة على صيامك، على صحته وعلى كمال ثوابه. وإن سبك أحدهم أو شاتمك أو خاصمك أو قاتلك فلا ترد عليه، بل قل: إني صائم. أخيرا، انتبه لصيامك أخي الكريم، وحافظ على ثوابه، وحافظ على هذا الصيام حتى لا يذهب عنك، وكن عاقلا راجحا هادئا متزنا. وفقني الله وإياكم إلى صيام شهر رمضان وقيامه، وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله في مجلس آخر من مجالس شهر رمضان. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.